مساء الخير. يا رب كده تكون بداية جديدة لسنة جديدة. هي للأسف الشديد بادية معانا بتضخم وارتفاع الدولار لحد مش عارفين هيصل لفين. لكن الحمد لله بدأ ينزل امبارح بالليل شوية. آه، احنا في طالع ونازل، يعني الواحد مش بيتحمل اللي بيسمعه، مش قادر يصدق اللي بيحصل. بس احنا في واقع، وبقينا في واقع فعلا، فلازم نتحمله ولازم ما نكتئبش، ولازم نشجع نفسينا، لان احنا مش هنتخلى ابدا عن بلدنا. واحنا مصريين طول عمرنا فراعنه زي ما بقول دايما. لازم يبقى عندنا امل، وياما مرينا بصعاب اكتر من كده. المهم مش عايزه ارغي النهارده وادخلكم في مواضيع تانية. انا مش عايزه اتخلى عن شارع التسعين، وهو اي حد متصور اني هتخلى عنه مش هتخلى عنه. شارع التسعين ده مجرى حياتي ومجرى حياة ملايين. شارع التسعين للأسف الشديد المرويل خلاص جاهز من تحته وسفلته تحته، بس احنا بنمر في شارع يكاد يكون ضيق جدا، لسه برضه مش سفلته نص ونص التاني سابوه مكسر. كل المعدات اللوردرات والحاجات دي كلها موجودة، وطبعا حاجة سخيفة، واحنا كمصريين وكفراعنة متحملين وبنقول الحمد لله. بس عايزين نعرف لامتى هنفضل نتحمل؟ ايه ما يشيلوا اللودرات بتاعتهم، ايه ما ينظفوا لنا الشوارع، ايه لما هو بيسافلت نص الشارع، طب ما يسافلت بقيه الشارع اللي هو كسره. يعني انا مش عارفه ليه انا عارفه ان الدوله اليومين دول وكل العالم ماشي في القصه دي، ان في ازمه اقتصاديه جامده، ومش عايزه يعني طبعا ان انا انتوا اكيد عارفينها. المهم دلوقتي انا عايزه اقول لكم عن حاجه كمان حصلت في المطره المفروض ان يبقى في استعداد ليها، وقدام كومباوند مشهور، وقدام الجامعه الامريكيه، وفي مكان رائع جدا، وفي مكان من اكتر الحاجات المشهوره في شارع التسعين. حفره كبيره عملتها شركه بتعمل حفر وبتعمل رصف للشوارع، سابتها وراحوا تاني يوم وعارفين ان في مطره، ولا كأن الناس اللي في شارع 90 دي عايشه او بيمر منها شباب، والجامعه الامريكيه العيال كلها طالعه بعربياتها. في عربيه للاسف نزلت في حفره والراجل كان هيموت، يعني كان في ممكن يحصل وفاه. كل ده ايه حبيت اسمع اي عقاب للشركه دي؟ مفيش اي حاجه حصلت، رد مفيش. رغم ان يعني يعني هو مش قادر كان يعمل مثلا شركه كبيره زي كده تعمل مثلا يافطه، تعمل تنبيه للناس، تعمل طوبه كبيره، اي حاجه. ده الطبيعي بقى ان احنا بعد هم عملوا كده ان احنا نعمل عقاب. حتى ده ما اتعملش عقاب، فده بقى اللي ما كانش طبيعي بالنسبه لي وبتكلم عليه النهارده. فين المسؤولين؟ فين المسؤولين عن شارع التسعين من اوله لاخره؟ ليه سايبين نص الشارع يتسفلت نص التاني لا؟ ليه سايبين الحفرة من غير يافطة وعارفين إن في مطرة؟ ليه بعد المطرة ما مطرت ما جريوش بسرعة عملوا حاجة ينقذوا الناس دي؟ يحطوا يلحقوهم يقفلوا الشارع ويقولوا إن هنا في حفرة. ليه سابوا العربية تنزل في الحفرة؟ كل ده أسئلة عايزة إجابات، وعايزة مسؤولين يجاوبوا عنها، وعايزة إن شارع 90 ما نسكتش يا جماعة. إحنا في أرقى شارع في مصر، المفروض كده، المفروض كده. لما يتحول يبقى من العشوائيات يبقى لازم نرفض هذا، يعني ما ينفعش. فلازم نتمسك شوية بالصبر، ونتمسك شوية بالمسؤولين اللي احنا مش عارفين هم مين المسؤولين عن الشارع التسعين ده من أوله لآخره. هل بقى نكلم رئيس الجهاز ولا ندخل في إيه بالظبط؟ ندخل في إيه؟ يعني أنا مش هقدر أقول مرور دلوقتي. هي دلوقتي دفعت وناس كانوا بيعملوا حاجات من الرويل وسايبينها، معدات متسابة. اللي لافت النظر جدا ان انا يعني ممكن تكون مثلا الناس يعني التضخم والاسعار والحاجات دي شغلاها، ولا خلاص انتوا خدتوا على امر واقع ان شارع 90 يبقى بهذا المنظر. انا طبعا متاكده ان هو مش هيكون
كده. بس امتى هنتحسن؟ امتى همشي في الشارع وانا فخوره زي الاول؟ ترجع لي تاني اشجاري، ترجع لي تاني منظري الجميل. الشارع بيسفلتوه نصه، طب ما تسفلت لحد، يعني انت جاي هي الحته دي الشارع كله، يعني اللي هو من اول المستشفى الجوي لحد اخره، والحته اللي بعدها دي حته مش كبيره ابدا ان انت تسفلتها معاها. مداخل الشوارع كلها اتكسرت. آمم، أنا مش هاسكر عليكم أكتر كده، وعارفة إن الدنيا مش مضبوطة اليومين دول، وإن في أعباء كتيرة جدًا على الدولة، بس إحنا لازم يعني نقول للمسؤولين، وخصوصًا رئيس الحي واللي تحته، أرجوك انتبه إن إحنا بدأنا نتضايق، لازم تعلّوا صوتي ويعلى صوتكم يا بتوع التجمع الخامس. ما ينفعش نسيب شارع ال90 لهذا المنظر البشع اللي بقينا فيه. أرجوكم ما تزهقوش مني من شارع ال90، أرجوكم ما تزهقوش مني من تنبيهاتي وتعليقاتي، ويكون الفيديو خفيف عليكم، وسنة سعيدة إن شاء الله، وهنلاقي شارع ال90 أحلى وأجمل بإذن الله، طالما أنا باشتكي وغيري بيشتكي وأنتم كمان هتشتكوا. هتلاقي صوت اترفع لمسؤول، مسؤول غيّر الدنيا كلّها ورجع تاني شارع ال90 زي ما بنحبه. والسلام عليكم.